السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أبرز العناوين. بريد المغرب يستطيع طابعا بريد لتخليد الإنجاز التاريخي للمغرب بمونديال قطر. الركراكي إنريكي قدم إشهارا كبيرا لأناحي وعليه اختيار الوجهة الصائبة بعد تألقه في المونديال. أناحي ليست لدي بطولة مفضلة، وإن كان فريق لديه مشروع رياضي حقيقي فسأختار الذهاب إليه. صحيفة سبورت: الزلزوزي سيعود إلى برشلونة في فتح يوليو المقبل بأوامر من تشافي. غراهام بوتر: زياش تميز في المونديال في تشيلسي، هناك لاعبون جيدون ليسوا في التشكيلة الأساسية وعليه أن يكون صبورا. التقارير الإيطالية: بونو يدخل دائرة اهتمام الإنتر في الميركاتو الشتوي لتعويض الرحيل المحتمل لأندري أونانا. والآن إلى التفاصيل، ولكن قبل ما نبدأ باش تكون أول واحد كتوصل بعدد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو تعجير إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أصدر بريد المغرب طابعا بريد يأخذ الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود أطلس في كأس العالم في قطر، ويحمل الطابع البريد صور للمنتخب الوطني ومكتوب عليها المنتخب الوطني المغربي وعبارة ديما المغرب، وذلك احتفاء بإنجاز كتيبة المدرب الركراكي في المونديال. وحدد الجهاز المذكور ثمن طابع البريد الخاص بأسود الأطلس ب9 دراهم وسيتم عرضه للبيع بمركز بريد المغرب. يدير بالذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجاز تاريخي ببلوغ مربع ذهبي لكأس العالم، حيث أثنى الناقب الوطني والركراكي على مستوى الذي أبان عليه وعز الدين أناحي رفقة المنتخب المغربي في المونديال، وطالبا إياه بحسن اختياره الوجهة الصائبة في حال قرار مغادرة أونجي. وقدم أناحي مستوى رائع مع المنتخب المغربي في المونديال جعله محطنا من قبل العديد من المدربين أبرزهم لويس إنريكي، فضلا عن تحول الهدف الأندية الأوروبية الكبرى أهمها برشلونة. وقال الركراكي في التصريح الإعلامية: أناحي باقي صغير، عنده سبيل تطور كبير وبين المميزات ديالو فالوقت اللي خص يبينهم. وتابع قائلا: المنتخب سيعطيك واحد الإضافة كبيرة إما في الكان ولا في المونديال. في حال أنا كمدرب إنريكي ما كانش يعرف أناحي ولا شي يسول فيه، فعطاه إشهار كبير اللي يستاهلو. ووصل أناحي كوايري ما كانش عني فيه الشك، عنده مميزات اللاعب في مستوى عالي ويدير الاختيار المناسب باش يكبر مع الفريق ديالو ومع المنتخب. حيث تحدث الدولة المغربية عز الدين أناحي لاعب أونجي عن مستقبله رفقة النادي الفرنسي عقب العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم. وقال أناحي في تصريحات أورد موقع فوتو ميركاتو: هذا ما قلته لرئيس أونجي، المشروع الرياضي يأتي أولا، ليس لدي بطولة مفضلة كما لا أمتلك وجهة مثالية، فقبل كل شيء انظر إلى المشروع الرياضي في النادي الذي سأذهب إليه. لا يزال يتعين علي التقدم وتطور إظهار مميزاتي لأكون واضحا مع الجميع، فأنا لا أفضل بطولة على أخرى لأنني أنظر إلى المشروع الرياضي بالدرجة الأولى ومصالح النادي ولكن أيضا إلى نفسي. واختتم قال قائلا صاحب 25 عام حديث قائلا: إذا كان فريق لديه مشروع رياضي حقيقي فسأختار الذهاب إليه. وكان متوسط الميدان المنتخب المغربي قد لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى في كرة القدم الأوروبية تمهيدا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية. أكدت صحيفة سبورت الإسباني أن الدولة المغربية عبد الصمد الزلزوزي سيعود إلى صفوف نادي برشلونة في فتح يوليو المقبل. وأوضح المصدر ذاته أن الزلزوزي سيعود إلى نظام البلوغرانا في فتح يوليو القادم بأوامر من مدرب تشافي هيرنانديز، مبرزا أن عبد الصمد لديه العديد من الأرقام تقول له البقاء في برشلونة. وكان الزلزول قد غادر برشلونة صوب أوساسونا في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، وذلك بحثا عن المزيد من الدقائق للعب في لا ليغا. أعرب غراهام بوتر مدرب تشيلسي عن إعجابه بأداء الدولة المغربي حكيم زياش رفقة الأسود في كأس العالم، مبرزا أنه عليه التحلي بالصبر للتواجد في تشكيل النادي الإنجليزي الأساسية. قال غراهام في الندوة الصحفية: ربما من بين جميع اللاعبين تشيلسي في كأس العالم كان أداء زياش هو الذي تميز، حيث كان أحد اللاعبين البارزين في الفريق المغربي، مثير هزم بلجيكا وإسبانيا والبرتغال قبل أن يمنح فرنسا وصيفة في نهاية المطاف دورا حقيقيا في النصف النهائي. وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان قد غير رأيه في زياش بعد مشاركته في المونديال، قال: لعب ضد مان سيتي ودخل ضد نيوكاسل، لقد كان بعيدا قليلا عن التشكيلة الأساسية عندما جئت لأول مرة، لكنه شارك في المباريات. نحن نعرف صفاته ونحبه كلاعب يلعب بين الخطوط ولديه جودة رائعة كما رأينا في كأس العالم. وتابع قائلا: في تشيلسي هناك دائما لاعبون جيدون ليسوا في التشكيلة الأساسية، عليك أن تكون صبورا. أنا مسرور له لأنه حصل على وقت لعب في المونديال وساعد فريقه ضلته على الاتصال معه خلال كأس العالم. إنه رجل جيد ويتمتع بالجودة. وأكد مدرب تشيلسي أن زياش لن يشارك رفقة فريقه في المباراة المقبلة لعدم عودته بعد منذ مشاركته في المونديال، بقوله: ما زلنا ننتظر حكيم وكوفازيتش، وصلوا للمركز الرابع والثالث في المونديال وخاضوا المباريات، لذلك كان هناك طلب كبير على هذين الاثنين، من المهم منحهم قليل من الوقت لن يكون متاحا في المباراة المقبلة. دخل ياسين بونو حارس المنتخب المغربي دائرة اهتمام الانتر من الإيطالي بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة أسود الأطلس.
ووفقا لصحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية فإن إنتر ميلان يسعى للحصول على خدمات بونو في سوق الانتقال الشتوي القادمة، يأتي ذلك بسبب اهتمام الإنتر ببيع حارس أندر أونانا في سوق الانتقال الصيفي المقبل، نظرا للاهتمام المتزايد من الفرق الكبرى في أوروبا، حيث يرى في بونو خيارا أمثل لتعويضه. ويطمع النادي الإيطالي في الحصول على مبلغ مالي لا بأس به في حال تسريح خدمات أونانا، ما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للإنتر. وساهم ياسين بونو في بلوغ منتخب المغرب المربع الذهبي في المونديال قطر واحتلال المرتبة الرابعة بإنجاز تاريخي غير مسبوق. وهذا أستودعكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.